قصتي اليوم غتعرفوها مع الرجل الاناني اللي كيبغي حاجه زوينه غير راسو. هو باغي يلبس غير لي مارك، وانا يحطني في الركنه. تابعوا القصه وتفهموا شنو درت معاه في الاخر. السلام عليكم متابعين، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنى كلشي يكون بخير على خير في اتم الصحه والعافيه. شكرا لكم بزاف على البارطاج، الله يحفظكم. اللي كتشوف الفيديو غنبداها من الاول. بارطاجي اختي مع 5 الناس، غير 5 في الواتساب. الله يجازيكم بخير، نتمنى البارطاج وخلي تعاليق، خلي غير ايموجي باش تطلع شويه، ديري اللايك الا جات على خاطرك. وغنبداو في القصه، وخليو الاراء ديالكم كتهمنا بزاف. وغنبداو بالقصه ديالنا. انا سميتي منال. غنبدا لكم القصه ديالي ملي كانت عندي 19 عام. ملي كانت عندي كنت خدامه في واحد الشركه، اموري مزيانه الحمد لله، شركه زوينه، صالير زوين. تما تعرفت على واحد السيد، المهم تزوجت به. هو ماشي في نفس الشركه، غير كان كيجي بحال شي شركه كتصيفطو لعندنا. السيد لاباس عليه. ايوا قلت، حكات لي ليا مع بحكم اننا خواتاتي، زعما ما واخدينش الرجال لاباس عليهم، كل واحد على قد الحال. ومنهم طابة ماشي شي واحد لاباس عليه، امي اللي عائلتها لاباس عليهم، الوالد وعمامي وداكشي. حنا عائله على قد الحال، اللهم لك الحمد. ايوا راكم عارفين الطنز ديال البنات والضحك، جبتي راجل لاباس عليه العفريته وهاديك درتي ليها. ايوا انت اللي غتعيشي احسن منا. ايوا راه انا ما نكذبش عليكم، فرحانه. عائلته اللي لاباس عليهم، ما هو خدام بالصالير، تا هو الصالير ديالو فوق المليون، يعني خدام مزيان الحمد لله. ايوا المهم الطوموبيله، بنادم راه كيشوف الطوموبيله كيقول هنا نبات. المهم تزوجنا، جاو خطبوا داكشي على حقو طريقو كلشي، بريستيج مسائل. ولكن هنا غيبدا بنادم يلاحظ شي حوايج اللي ما كنديوهاش فيهم. انا كنوجد العرس على اساس غنديروا العرس مشروك، ولا هو اللي غيدير العرس حيت لاباس عليهم، ولا جا هو تا لاخر لحظه قال لي الا بغيتي ديري العرس ديريه، انا ما باغيش العرس. علاش علينا الخسران وهادي. صدقت ميمتي هي اللي مسكينه، وباه هما اللي تقاتلوا، هما اللي داروا لي العرس. والمهم مشيت كرا هو واحد دار غير بالكرا، انا عاد غنعرف من بعد. هما عندهم الدار يجري فيها الخيل، ولكن قال لك نستقلوا نسكنوا بوحدنا. قلنا احسن. كرا واحد الفوقي السفلي عايشين فيها الناس اللي كاريين لينا، والفوقي خدينا حنا. والمشكل انه فاش دخلت ليها ما فرش. مشينا الليله الاولى للاوتيل، مشينا لدارهم. مي فاش جينا للدار، يلا دار بيت نعاس المهم بيت نعاس دارو زوين على حقه وطريقه، بقوامه بكل شيء. ولكن بحال الصالون ما فرش الصالون. يلا غير واحد وسط الدار دار فيه فوتاي، ودار فيه الطبله، والكوزينه ماشي قومها كامله. المهم قلت له معليش، حنا عاد بادين غنفرشوا الصالون، غنشريو اللي خاصنا في الكوزينه. انا او شنو درت بعدا؟ هي الاولى وقفت من الخدمه، حيت قال لي ما كان علاش تخدمي. صافي وقفت انا من الخدمه، بقيت جالسه معاه في الدار، وبديت كنرد البال. المصروف الا ما قلت له جيب ما يجيبش، الا ما قلت له اعطيني ما يعطينيش. ماشي زعما دابا هكا ينوض في الصباح يقول لي شنو خاص، ولا يحط لي مثلا 50 درهم ولا 100 درهم. هو يخرج يقول لي جيبي شنو خصك، والو. هذه ما عندوش الثقافه نهائيا، لان عاد غنكتشف انه غير مسؤول، ما تعرفش كيفاش يسير الامور. هو شنو اللي كيعجبو؟ يلبس لامارك، مبلي بواحد لامارك بلا ما نذكروا السميات. وإلا ما شرى الصبر ديالها من لامارك ب2000 درهم، يعني 40,000 ريال. ولا ما شرى كاسكيطه ب1000 درهم. مهم مش غنقول لكم التليفونات، غير الايفون الغالي، يعني مبلي بهذا الشيء. الطوموبيل، الروايح غير 1000 درهم، يعني مبلي بهاد الاشياء ديال لي مارك. وانا على قد الحال الحوايج ديالي ديت ديال الصيف. مشيت بدا كيدخل البرد، قلت له خاصني البيجامات. قال لي وسيري لداركم جيب البيجامات ديالك. كيفاش؟ انا كنشوف انا ما كيدير لي حتى حاجه، ما يشري لي ما يجبد مثلا يعطيني. راه الا قلت له خاصني
مثلا الكوزينه، كنهضروا على الكوزينه، اما الامور ديالي الشخصيه مازال ما وصلناهم. كيجبد ديك 100 درهم بالتسقريب. صافي بقيت انا غادا معاه باغا نفهم غير شخصيته. كنشوف هو شاري الريحه راسو ب1000 درهم، وانا ما مسوق ليش حتى ب20 درهم ديال الحمام. كنقول هاد الراجل كيفاش؟ صافي مشات ايام وجات ايام، هو على الحال ديالو، وانا غير كنخمم كنقول يا ربي غنهضر عيب وحشومه، انت مازال عروسه وتهضري. كنقول له راه خاصني، كيقول لي ما عنديش. صافي ما لقيت ما ندير، يعني غير صابره. المهم واحد المره هو دار لي واحد عيد الميلاد في دارهم على حقه وطريقه. كنقول كيفاش هذا الراجل عيد الميلاد خسر فيه زباله هاد الفلوس، ولكن باش يعطيني داك الشيء اللي خصني كتجيه شويه ماشي هي هذيك. انا عندي الاولويات، يعني خاصني حوايج خاصني، اما عيد الميلاد ما عندي ما ندير به. ولكن مع ذلك ما قلت والو، قلت معليش فرحت معاهم، فرحوا معايا وهذه قلت شي بس ما كان هو هذه هي طريقته، باغي يفرح بيا بهذه الطريقه. ولكن الوضع ما عجبنيش. والمهم دوزنا داك عيد الميلاد وهذه، شرى لي شي كادويات وهذه. ومره فاش كيبغي يشري لي حاجه بحال دابا، انا نقول لكم واحد المثل، خاصني بيجامه البرد ولا البينوار ولا البانطوفه، انا ما باغياش الغاليين، باغي غير 100 درهم 200 درهم 300 درهم كاع الا شريت البيجامه. ولكن هو كيقول لي لا عليها، ولكن يمشي يجيب لي مثلا الريحه ب1000 درهم. هي انا اش بغيت الريحه ب1000 درهم وانا ما عنديش البانطوفه مثلا، يعني كمثال راه ما كرهناش ديك الريحه 1000 درهم وهذه، ولكن راه عندي الاولويات، خاصني بيجامه، خاصني بينوار، خاصني، فهمتوني؟ ايوا صافي بقينا هكاك. خاصني سبرديله، هو كيلبس سبرديله ديال 2000 درهم 40,000 ريال، وانا لابساه سبرديله ديال 100 درهم. شوفوا التناقض. ونخرجوا مع بعضياتنا وندخلوا. المهم هو الطوموبيل من بعد غنعرف ان الطوموبيل ماشي هو اللي شراها، شراتها لامو، يعاونها شويه، هي اللي كتخلص له الطريطه، ما يعني ما مخلصاش كامله. ايوا بديت كنرد البسيد، قلت له نفرشوا الصالون، قال لي اش من صالون اللي غنفرشوا، انا الفلوس ما كتقدنيش، خاصني هذه في الكوزينه. كيقول لي انا ما عنديش. ولكن انا كنشوف غير ستوريات ديالو، غير في القهاوي الغاليين، لي ريستو الغاليين، كيمشي ليمول، هادشي كنشوفو غير في ستوريات ديالو الواتساب. كندخل كنقول كيفاش هذا الراجل. المهم السيد راه خدام مزيان، عنده منظر فوق 1,000,000. ايوا هي هذيك اليوم غدا اليوم غدا، الراجل بان ليا ماشي مسؤول، تعدى على راسو بهذا الزواج. يعني هو باغي يعيش الحياه ديال تزوفريت ديالو مع صحابو، خارج معاهم، يخلصوا عليه يخلص عليهم. انا الا خرجني مره في الشهر. المهم مشيت عاودت هذا الشيء لميمتي، ولكن ديك الساعه كنت حامله، ما درتش الاحتياطات ديالي، حملت. قالت لي امي معليش بنتي انت دابا حامله وهادي. ايوا لا حتى هو راه باقي صغير، لان ماشي شي واحد اللي كبير، ما كاينش فرق دلاج بيناتنا بزاف. انا يلا تزوجت على 22 عام. قالت لي معليش بنتي، ها هو غيدير عقلو ان شاء الله، دابا غتولدي وهادي غيشوف وليدو وغيتبدل وغيتهز المسؤوليه. ايوا بقينا على داك الحال نهار هكا، ميمتي معاوناني من هنا من هنا حتى ديك الايام اللي غنولد. قال لي يلاه جلسي شويه مع امي حتى الا شدك الوجع انا ماشي في الدار، هي امي معاك. داكشي اللي كان. مشيت عند عكوستي الله يعمرها دار صراحه الله، السيده مزيانه غير بوحدها في الدار، ولادها تزوجوا، الراجل مات، نيتها تزوجوا. ايوا المهم بقيت معاها حتى النهار اللي شدني الوجع. نهار اللي شدتني الوجع حزتني مسكينه، الله كنينك الله يكثر خيرها ويخلف عليها، ولد الولاده طبيعيه، عيطات له جا السيد جا فرحان بنيته، ما نكذبوش على الله. ولكن الوقيته اللي غنخرج ديال الخلاص سلت وحصل امو كتعيط له والو، صدقات هي اللي خلصت عليا مسكينه لا كلينيك، وخرجتني داتني معها للدار وعيطات له ما خلاتلوش. ايوا قالت له واخا يلا سير تقدى. ايوا كتبت له واحد الورقه ما نقول لكمش، امشى جاب شي حاجه، جابها شي حاجه لا. المهم تاكل عليها، طلق عليها الحمل، وانا حشمت منها بزاف. المهم واخا كتنقر عليه مسكينه، ديما كتكمل من عندها، ديما كتجيب. المهم دارت لي 3 ايام، جات العائله ديالي وعائلتها، ودارت السبوع كلشي خرج من عكوستي.
والسيد غير عطيها اللباس الماركات والخروج، المسؤوليه غتزاد هنا. المهم رجعنا لدارنا، المسؤوليه غتزاد ليكوش الحليب للبنت، اللباس البنيه راه خصها ما تلبس. راكم عارفين الترابي كيدوزوا الحوايج دغيا، هاد الشهر شريتيه راه خص الشهر الاخر تشريه، ماشي بياسه وحده راه غتشري 3 4، لان راه فاش تبدلي ليها وفاش وليكوش راكم عارفين. والسيد ولا كيقول لك غير ما عنديش، حاولي ما عنديش. ايش غتشي الراجل؟ كنقولوا المنضه ديالك اللهم بارك، انت كتلبس في لي مارك، وحنا شوف كيقول لي انا هكا عشت، انا ما نقدرش نتبدل. يا الراجل مع الشيطان كيقول لي لا، انا الا لبست الحوايج العاديين راه بحال اللي ما لابش، انا مولف هذا السيستم وما نقدرش نبدل، هذا طبعي. واخا قلت ما فيها بس. مشيت عاود عند امي، قالت لي امي، عاودت ليها بقيت كنبكي عليها، قالت لي يا بنتي حبسي هنا وطلقي، اللهم بنيه ولا تزيدي عليك 2 3. قلت لها لا امي ما كنفكرش في الطلاق. قالت لي وشنو؟ قلت لها لا انا باغا نخدم امي، متى نرجع للخدمه ديالي. قالت لي وانت هذه زوينه خدمي عليه، ديك الساعه اللي غيطلق عليك المسؤوليه كامله وخلي عليك وشي. يا بنتي راه كون راه مسؤول وقايم بالواجب وغير ما قادرش على بعض الحوايج تعاوني معاه، راه السيد عنده الفلوس وكيضيعهم هنا ولا وانتيا غتنوضي تخدمي عليه وتخلي البنيه وتكرفسي البنيه. اش داك لهذا الشيء؟ قطعي الحبل من الاول. ايوا المهم مشيت قلت لها امي خصني نخدم، وهادي بقيت كنفكر والو. الراجل غير زايد فيه البنيه غادا كتكبر محتاجه من شحال من حاجه. مشيت عند عكوزتي عاودت ليها كلشي، قالت لي انت يا بنتي راه عييت ندير اللي في جهدي وكثر، عييت ما نعاون، عييت ولا هو باغي يتحمل المسؤوليه ديالو، راه هو دابا كبر ماشي باقي صغير. ايوا خا هي هذيك. واحد النهار تدقات عليا مولات الدار، السيده اللي كاريين عندها. قلت لها بنتي كي درتي؟ لاباس بخير الحمد لله خالتي. قالت لي بغيت نقول لك شي هضره. قلت لها مرحبا والف مرحبا. قالت لي ودابا نتوما بنتي راه راجلك ملي ولدتي هاد البنيه، والبنيه دابا راه طالعه في 4 شهور ولا 5 شهور، وراعينا له قلنا له راه تزادت عنده البنيه السبوع مصاريف وهو ما كيخلصش الكرا. قلت لها شنو كتقولي خالتي؟ قالت لي هادشي اللي كان بنتي. ايوا صافي. قلت لها واخا انا غنهضر معاه. جا قلت له علاش ما خلصتي الكرا؟ قال لك لا والمصاريف وانت ولدتي. قلت له علاه انت درتي ليا شي حاجه؟ راه كلشي دارت امك، كلشي دارت امك. قال لك لا انا هادشي بزاف عليا، المسؤوليات زادت، غنمشيو نعيشو مع امي الدار كبيره وهادي نمشيو نعيشو معاها. داكشي اللي كان مشينا نعيشو مع عكوستي، وبقى طالق عليها كلشي. عكوستي تجيب الحليب، تجيب لي كوش المصروف. عكوستي صافي عيات مسكينه، حمقها ولا تاكل عليها في كل شيء. وليت انا نحشم نقولها مثلا سالة الريكوش ولا خاصه الحاجه في الكوزينه ولا. وليت انا تنحشم من عكوستي بزاف، الحاجه الا ما ردات ليهاش البال ما نقدرش نقول لها راه خاص وخاص. صافي هي هذيك عكوستي عيات، بقات كتمشي عند ولادها من هذا لهذا كتخلي لنا المسؤوليه، يعني خرجت راسها من المسؤوليه، عندها الحق ان صافي ما بقاتش قدرات. ايوا بقينا انا وياه الحال على ما هو. حتى كنشوف الثلاجه خاويه، نشوف لك وجد بنتي ما بقاش، نشوف الحليب ما بقاش. مشيت عند امي قالت لي بنتي الهضره اللي قلت لك في الاول راه هذا ما يسلكك معاه غير طلاق، وطلاق راه ماشي عيب. داكشي اللي كان قلت له ولد الناس راه خصنا نطلقوا، ما تقبلهاش اخوتي. نهار قلت له الطلاق لا راه تخرجي على البنيه وانت السبب وانت اللي غتندمي. قلت له كيفاش انت باغي تلبس الماركه؟ بنتك حتى باكيه ليكوش راه حتى كنرغبك عليها ونزوقك، راه ما يمكنش هذه، انت غير مسؤول. هو من نوع غير مسؤول، مسؤول على راسو. هو خصو يلبس لها نهار كيتفركس، ياكل في الريستورات الغاليين، يجلس في القهاوي الغاليين. هذه ديالتك ما يحيدها لك حد، ولكن باش تكون مسؤول على مرتك وبنتك ودارك، هذاك الشيء اخر هم عندك. احنا بحال اللي زعما ما تنسواو عندك والو، المهم نسلو الشوكه بلادم، نتفارقوا ونهنيو راسنا. داك الشيء اللي كان. حضرت مع عكوستي، تفارقنا، درنا طلاق اتفاقي، حكمت عليه المحكمه بواحد القدر ديال النفقه ماشي كبير. المهم في الاول جاتو قاصحه، في الاخر اضطر ان بقى يحط لي ديك النفقه بنتي. هنا قالت لي امي واسمعي يا بنتي، سمعي يا بنتي،
غترجعي تكملي قرايتك. الحال ما غيدوم لكش هكا، واخا غتخدمي لا خصك تكملي القرايه ديالك. داكشي اللي درت، عاودت البكالوريا، خديت الباك ديالي جديد، دخلت به الجامعه، بقيت كنقرا في الجامعه. تما غنصادف واحد الاستاذ في الجامعه باغي يتزوج بيا. المهم انا كان عندي تخوف كبير، عندي البنيه، الزواج الاول ما صدقليش، كيفاش دابا عاود؟ ايوا المهم هو قصد الدار. تما هضر مع الوالد والوالده، قال لهم راه ما غيخصها خير، وعارفني مطلقه، عارفني عندي بنيه وهذه، ولكن انا باغا ناخذ داك السيد، ماشي ما بغيتوش، ولكن داك الخوف من الزواج الاول والبنيه عندي التردد بزاف. ايوا المهم قال لي لا الوالد لا الوالده، قالوا لي قولي بسم الله، قالوا لي قولي بسم الله ولعل خير، ولعل خير. انا كنت ديما كتبقى فيا بنتي هكا، كنقول شنو ذنب هاد البنيه مسكينه تفرقت على باها، وكنت كنقول يا ربي عوضني ما احسن، يا ربي عوضني ما احسن. المهم جاب لي يا ربي داك الراجل في الجامعه معايا، تزوجنا. المهم انا ديما عندي داك التخوف، عندك يخرج لي بحال الاول، عندك يكون سقرا. نهار على نهار كنرتاح لدا السيد، التعامل معايا في الدار ومسؤول وبدارو بخير وهادي. المهم لقيت راسي مزيانه، وفي نفس الوقت كنقرا تما في الجامعه، كنمشيو في الصباح في الطوموبيل، كنجيو نكمل قرايتي، نجيو يوصلني الا كان عنده عاد هو الخدمه، يجيبني للدار. المهم كملت لافاك ديالي، حنا بغيت نحبس نخدم. المهم زاد عندي واحد الوليد، الوالده ديالي كتربي معايا البنيه، وتا الوليد فاش تزاد، الوالده معايا ديالي الله يخليها ليا ضربات معايا تماره، ضربات معايا تماره، بغاتني غير نقرا، كان همها الوحيد نكمل قرايتي. المهم انا فاش خديت لافاك، خديت كملت الجامعه هنا، خديت الاجازه ديالي، بغيت نخدم بها. راجلي قال لي لا، حنا ما زربانينش على الخدمه، ديري الماستر ديالك. داكشي اللي كان، مشيت في المسار ديالو، ديال تا انا نكون استاذه جامعيه. داكشي اللي كاين، المساعده ديالو والمساعده ديال ميمتي، خديت ماستر. وليت معاه حتى انا في الجامعه. الوليد ديالي جبتو لعندنا للدار، البنيه ما جبتهاش، هي ما كرهتش نجيبها، ولكن تعلقات لي بامي، كنجيبها هكا الويكاند وهذه. مي هي البنيه كتبغي امي اكثر مني، عارفاني انا اللي امها، ولكن امي ربات عليها الكبده بزاف، كتبغيها بزاف، حتى هي كتبغي امي بزاف. يعني ما لقيت ليها جهد. كنجيبها هكا الويكاند باش تانس مع خوها وهذه، كنمشي عاود ندي خوها نخليه تما باش يلعب معاها باش تفرح به. ولكن الامنيه ديالي انني نجيب بنتي فاش تدخل انا تقرا، يعني تبدا ان الابتدائي يعني تكبر خصها تقرا معايا عندي في داري. وكنحاول غير بشويه، ما جاتش نحيدها لامي في نهار، وتا امي عزت عليا حيت ضربات عليا معايا تماره. جاتني قاسحه نقول لها اعطيني البنيه، شنو الراي ديالكم في هذا الشيء؟ راه باش نجي نحيدها لها في خطره، جاتني قاسحه بزاف بزاف. وهنا كنقول لكم دعوا معايا، وما عمرو الفشل تاخذوه كقاعده، لا، راه من بعد الفشل كنولدوا واحد الطاقه ايجابيه كبيره، من الفشل للنجاح. غير بنادم ما يشدش في داك الفشل ويجلس ويبكي ويجلس للارض، لا، نقاوم نزيد. اللي لقى اللي عاونو بحال انا عاونتني امي الله يكثر خيرها وخلف عليها، راه هي هذاك. واللي ما لقاش راه كاين الله فوق منا كاملين. الدعاء، اوصيكم بالدعاء، الدعاء الدعاء. بقاو تدعيو في الصلاه ديالكم، في الخروج ديالكم من الباب، في الدخول ديالكم، راه حتى الدعاء مذكوره في القران مفتاح الفرج. وشكرا لكم بزاف على الانصات لهاد القصه، خليو لنا الاراء ديالكم كتهمنا بزاف. متابعين، شكرا اللي وصل لنهايه الحلقه، اللي وصل لهنا يدير رجيم ويبارطاجي. بارك الله فيكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.